السلام عليكم شباب بريب 3. ان شاء الله النهارده هنبدا في سيشن 4. سيشن 4 ده هنبدا اول فرع في التريج، وقلت لك قبل كده الفرع ده جديد بالنسبه لك ومهم جدا. فرع التريج ده بيبقى صغير، دايما بيبقى صغير في كل السنين. يعني التريج السنه دي انت هتبدا تريج، والسنه الجايه ان شاء الله في ثانوي واولى وثانيه وثالثه هيبقى معاك التريج. دايما بيبقى فرع صغير بس من اهم الفروع، بيبقى فيه حاجات كتير جدا معتمد عليه. يعني هو التريج عندك السنة دي هما 2 lessons، فاحنا هنبدأ بأول واحد اللي هو المين trigonometric ratio of acute angle. وعموما التريج ده بيبقى بيتكلم عن right angle triangle. بس قبل ما نخش على تريج في جزء صغير كده كنت عاوز افهمه لك، ازاي تكتب ده على الكالكوليتور. يعني حبيبي هنا ازاي يتكتب الكلام ده على الكالكوليتور. في ناس بتعرف تكتبه عادي مفيش مشكلة، بس وفي ناس ما بتعرفش. فلو سمحت ممكن تمسك الكالكوليتور وتجرب معايا بعد اذنك يعني. هات الكالكوليتور بس كده، مستنيك اهو. ماشي. بص، اول حاجة بنجيب الكالكوليتور بتاعنا كده، وبتيجي حضرتك بتدوس على ايه؟ شايف الارقام بتاعتك بتكتب 23 اهي دي 20 22. هتكتب 22 عادي، وتدوس على زرار الابوستروف اللي هو الزرار ده. تمام. تكتب 22 تدوس على الزرار ده، هتكتب 22 هيطلع لك شكل المربع ده، شكل مربع تاني. بعد كده بكتب 36. ماشي، تكتب 36 وتدوس على برضو الزرار اللي هو الابوستروف، فيه 3 ابوستروف كده يا شباب. ماشي، اللي هو ده. هتدوس على الزرار ده هيطلع لك برضو كده، بص كده معايا، هيطلع لك 36 وفي مربع فوق. هتدوس تاني على 48، ما هو الشكل ده عاوز اكتبه على الكالكوليتر بكتبه بنفس النظام. تكتب 48، بعد ما تكتب 48 هتدوس برضه على الزرار بتاع الابوستروف، هيطلع لك بالشكل ده. طيب بعد ما اوصل لكده دوس ايكوال. لما دوس ايكوال هيطلع لك بالشكل اهو ديجري و36 minutes و48 سكند. ماشي، دي اسمها ديجري ودي اسمها minutes، شرطة واحدة بس اسمها minutes، والاتنين دول اسمهم سكند. في مشكلة في الكلام ده؟ كلام بسيط جدا ومفيهوش اي حاجة. طيب هنا جايب لك ده برضو، بيقول لك اكتبه بالديجري والمينتس والسكند، فده سهل. هكتب ده على الكالكوليتور 45.18 وادوس ايكوال. اول ما ادوس ايكوال ادوس على الزرار بتاع الابوستروف اللي هم 3 ابوستروف، هتلاقي الشكل ده على طول. جرب كده واعرف، يعني تكتب ده كده على الكالكوليتور بعد كده تدوس ايكوال، هيطلع لك ده برضه نفس الرقم او يطلع لك فراكشن ايا كان يطلع لك، دوس على طول على زرار الابوستروف وهيطلع لك الشكل ده. طب يا مستر كلام جميل ومفيهوش اي حاجه. في شويه ريماركس كده كنا عارفينهم خدتهم زمان. بيقول لك هنا الصم بتاع الميجر بتاع 2 كومبلمنتري. 2 كومبلمنتري انجلز ايكوال 90. يعني ايه 2 كومبلمنتري انجل؟ يعني عندك 2 انجلز مثلا 30 و 60. ال 2 انجلز دول الصم بتاعهم 90، يبقى اسمهم كومبلمنتري انجل. طيب لو الصم بتاعهم 180 يبقى اسمهم سبلمنتري انجل. الكلام ده انت خدته في اولى اعدادي، وكنت بقول لك كنا دايما بنتلخبط، هي كومبلمنتري دي 180 الصم بتاعهم 180 ولا 90؟ فكنا معلمينها بحاجه بسيطه جدا. شايف هنا في بي واحده اهي، يبقى دي 90. لما يكون في 2 بي يبقى 180، يبقى سبلمنتري فيها 2 بي يبقى 180، بي واحده اللي هي 90. طبعا هنا بيقول لك السم بتاع الميجر اوف انتيريور انجلز اوف تريانجل ايكوال 180. يعني عندك تريانجل الصم بتاع الانجلز دي الثلاثه دول الصم بتاعهم 180. دي معلومه قديمه احنا عارفينها. طيب تعال نشوف بعد كده يا مستر السؤال بيجي على الجزء ده ازاي. جايب لك هنا بيقول لك ايه if the ratio between the two measure of complementary angles equal 3. ده اول حاجه قال لك complementary angle، وقال لك الريشيو بينهم ده find the value each angle. عاوز اعرف الفاليو بتاع ايه كل انجل منهم. فانا هسمي الانجل الاولى اكس والثانيه اسمها واي مثلا. ما دي الريشيو بينهم 3 to 5، رحت كتبت 3 to 5. طيب وهزود واحده تاني اسمها sum. ليه يا مستر؟ عشان هو قال لك كومبلمنتري والصم بتاعهم ايكوال 90، فبقول له 3 بلس 5 هيبقى 8
وتحت اكتب 90. اشمعنى يا مستر كتبت تحت 90؟ عشان هو قال لك كومبلمنتري اللي هي بي واحده، الصم بتاع التو كومبلمنتري 90. بعد كده بعمل كروس مالتيبليكيشن عادي جدا، اقول له اكس ايكوال، عشان الناس اللي ما بتعرفش تعمل كروس مالتيبليكيشن حضرتك هتخبي ده خالص اكنه مش موجود، وهتيجي تقول لي 3 باي 90، 8 مفيش حاجه قدامها تنزل تحت، وهنا 3 و90 فوق وتطلع ايكوال. طب واي يا مستر؟ في الواي بقى انت هتخبي الاكس خالص اكنها مش موجوده، وهتيجي تعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى 9 باي 90، ال 8 مفيش حاجه تحتيها، يبقى تحط تحت 8 فوق 5 باي 90. بعد ما تطلع ده على الكالكوليتور بتدوس ابوستروف عشان يطلع لك بشكل الديجري، عشان دي مينتس. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب تحسب دي كده على الكالكوليتور، الاكس هتطلع لك بفراكشن كده. اول حاجه هتطلع لك 1 3 5 على 4، هتدوس على ابوستروف على طول هيطلع لك بالشكل ده 33 degree 45 minutes وفي 0 سكند. زيرو طبعا ملوش لازمه. طيب تيجي هنا برضو نفس الكلام، هتيجي تحسب دي اللي هي الواي، او تدوس الايكوال بتاعك هيطلع لك فراكشن كده او يطلع لك ديسيمال ايا كان، يعني اي حاجه تطلع لك دوس على الابوستروف عشان دي انجل، يطلع لك 56 degree و15 minutes. ده شكل السؤال. طيب ممكن حضرتك تحل السؤال ده؟ بقول لك حل، يعني انت ما تتفرجش، يعني انا عاوزك تحل، وقف الفيديو وحل. تمام؟ عشان تعرف تستفيد يعني. هنا بيقول لك الريشيو بتوين انجلز، الميجر بتاع الانجل في تريانجل اداك الريشيو بينهم 3 و4 و5، عاوز يعرف كل انجل فين. فانا هسمي 3 هسميهم اكس واي زد، هسميهم اي بي سي، اي حاجه يعني. ادي اكس وادي واي وادي زد، الريشيو بينهم 3 to 4، هنا دي 7. ماشي؟ 3 و4 و7 هنعملهم التلاتة بلس يا مستر، هيبقى كام؟ 14. بس تحت هنا احط كام؟ ده الصم بتاع الميجر بتاع تريانجل، الانجلز بتاع تريانجل 180. هنبدأ نعمل كروس، هنخبي الاتنين دول كأنهم مش موجود، يبقى عندك الاكس 3 180 وال14 مفيش حاجة قدامها، يبقى تكتب اكس ايكوال 14 تحت وفوق 3 ملتبلاي 180 وتطلع الانسر. واي، تعال نشوف الواي، تعمل فراكشن. بص هنخبي الزد ونخبي الاكس، يبقى عندك واي تحتها 4، هتعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 14 تحت وفوق 4 ملتبلاي 180. هتيجي الناحية التانية هتقول له الزد ايكوال، هتعمل فراكشن. ماشي؟ اهو الزد يبقى 7 باي ده، وتحت هنا 14، يبقى هنا 14 و7 ملتبلاي 180. طلع الانسر بتاع الكلام ده بقى يا جماعة. بص كده معايا، الاكس دي يا مستر هتطلع لك ب 270 على 7، طبعا هتحولها ابوستروف هيطلع لك كام؟ بص كده حبيبي، يطلع لك 38 degree و 34 minutes و 17.14 second. تمام؟ تمام، كلام بسيط مفيهوش حاجة. طب تعال نشوف الواي. الواي يا مستر هتطلع لك بكام؟ يطلع لك برضو فراكشن كده 36 degree over 7، هتدوس على الزرار بتاع الابوستروف على طول يطلع لك 51 degree 25 minutes 42.86 second. طيب تعال نشوف الزد هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 90. الحمد لله ما فيهاش ابوستروف ولا اي حاجه. تمام؟ تمام، هو طلع لك رقم على طول، خلاص ما فيش مشكله. ده كان الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه. الجزء الثاني اللي هو اهم حاجه عندك بقى اللي احنا بنتكلم فيها الحصه كلها على رايت انجل تريانجل. ولما نقول كلمه رايت انجل تريانجل يبقى لازم نتكلم على بايثاغورس. بايثاغورس ده القوانين بتاعته AC باور 2، ده هنا C وهنا B. AC باور 2 اللي هو الهايبوتنس بيساوي السايد ده والسايد ده باور 2، فقلنا ده الهايبوتنس الكبير والاثنين التانيين دول بنقول عليهم الاثنين الصغيرين. طب لو عاوز تجيب اي واحد من الصغيرين
الاي بي او البي سي، فتقول له يا مستر هنمسك السايد الكبير نعمله ماينس للسايد التاني. بمعنى يعني لو احنا افترضنا ان ده 8 وده سوري 6 و8، عاوز تجيب ده اي سي، كنت بقول له اي سي، هتقول له روت، مش هكتب بقى باور 2، باور 2 هوديها بروت الناحيه التانيه، بس عشان ده هيبطن السايد كبير كنت بقول له في النص بلس، وامسك التو سايد الصغيرين اعملهم باور 2، 8 باور 2 6 باور 2 يطلع لك تاني. طب يا مستر لو جيت قلت لك ده 10، ده مثلا اكس وواي وزد، وهنا 8، عاوز اجيب الايه الاكس واي، فتقول له يا مستر لو سمحت الاكس واي ده سايد صغير، ليه؟ ان قلت ده صغير وده صغير، ده اللي كبير، يبقى اكس واي وتعمل روت، عشان تجيب سايد صغير يبقى تحط ماينس في النص، هتقول له السايد الكبير اللي هو 10 باور 2 وتحت 8 باور 2، طلع ده على الكالكوليتر يطلع لك 6 سنتيمتر. ده كده بايثاغورس، واكيد يعني الناس عارفه بايثاغورس كويس وحلينا عليه كتير جدا، وده من اساسيات الشغل بتاعنا النهارده باذن الله. طيب تعالى بص كده معايا. بص يا حبيبي، انت على الكالكوليتر بيبقى عندك كلمه ساين كوزاين تان وانت مش عارف تستخدمهم. السنه دي ان شاء الله هتستخدمه وهيفضل معاك طول عمرك، طول ما انت بتدرس هتاخد ساين وكوزاين وتان، اسمها مين تريجونومتريك فانكشن. طيب التريج بتاع النهارده ده اختصار كلمه تريجونومتري يعني عشان تبقى فاهم. دي قوانين لازم تبقى حافظها. ساين بتساوي حاجه اسمها اوبوزيت على هايبوتنس، الكوزاين ادجيسن على هايبوتنس، التان اوبوزيت على ادجيسن. بص يا حبيبي، احنا طبعا المفروض نحفظهم، بس انا مهما تحفظهم هتتلخبط، بس اسهل طريقه عشان تعرف تحل بيها وما تتلخبطش وتحفظهم، عندنا حاجه اسمها سهى كهربة تقى. ايوه سهى كهربة تقى عادي يعني، وفي ناس بتقول عليها صح وكح وتقى. المهم ايه الكلمات الغريبه دي؟ الكلمات الغريبه دي يا حبيبي عشان افهمك واحفظك بيها الكلام اللي فوق الرول. اس، اس يعني ساين، الاو يعني اوبوزيت، الاتش طبعا هايبوتنس. يبقى لما اجي اقول لك ساين، الساين ايكوال ايه يا حبيبي؟ تقول لي يا مستر سهى، اللي هي سهى اس اللي هي او على اتش يعني اوبوزيت على هايبوتنس. طيب بالنسبه لكح، هنا السي يعني كوزاين، الاي معناها adjacent، الاتش هايبوتنس. هنا التي يعني تان، الاو احنا قلنا الاو اوبوزيت على adjacent. ده ملخص سريع ليهم. طب يا مستر ايه موضوع اوبوزيت وادجيسنت والكلام ده؟ بص يا عم الحاج، اوبوزيت وادجيسنت وهايبوتنس انت اللي بتحددهم حسب ما انت واقف. طب بص الهايبوتنس في اي حال من الاحوال بيبقى هنا، ده الكبير، ليه؟ عشان هايبوتنس اوبوزيت لرايت انجل ما فيهوش كلام. اللي بيختلف مكانه من مكان لاخر الاوبوزيت والادجيسنت. بمعنى يعني انا حسب ما انت واقف، انت واقف مثلا عند السي هنا، هنا انت واقف عند السي، حلو، يبقى السايد اللي في وشك ده اسمه اوبوزيت، اسمه ايه؟ اوبوزيت. واللي جنبك كده انت واقف هنا، السايد اللي جنبك ده اسمه ادجيسنت. فيها مشكله؟ حسب ما انت واقف. طب يا مستر لو انا غيرت الوقفه بتاعتي، خليت انا واقف عند الايه، ده هيبوتنس مفيش مشكله عشان اوبوزيت لرايت انجل، بس انا يا مستر واقف عند الايه، انا واقف عند الايه هنا يبقى مين ده يا مستر؟ مين الاوبوزيت بتاعه؟ ده الاوبوزيت. مين الادجيسنت اللي هو السايد اللي جنبه ده؟ يبقى انت حسب الوقفه بتاعتك انت بتحدد مين ادجيسنت ومين اوبوزيت. انا واقف عند الايه، يبقى اللي في وشي ده اللي هو البي سي ده اسمه اوبوزيت، والادجيسنت بتاعي اللي هو اي بي
طب انا لو عندي السي يبقى ده الاوبزيت بتاعي وده الادجيسنت بتاعي. تمام تمام. تعال نشوف الاسئله بتيجي عليهم ازاي عشان الدنيا تبقى واضحه. ده سؤال مباشر مفيهوش اي حاجه خالص. جه قال لك ايه، عندك اي بي 4 سنتيمتر وبي سي 3 واي سي 5 سنتيمتر. تمام تمام. هنا بيقول لك عاوز ساين. هقول له بص، سهى كهربة تقع. ساين يعني سهى او اتش اوبوزيت هايبوتنس. هتيجي تقول لي يا مستر انا هو هنا بيحدد لك بقى انت، هو يعني انت ايه لما انا كنت بقول لك انت بتحدد اوبوزيت وادجيسنت حسب المكان اللي انت واقف فيه. طب انت هتعرف منين المكان اللي انت واقف فيه؟ هو اللي بيقول لك. بص هو قال لك ساين سي يبقى انت هتقف عند السي. حلو. اوبوزيت بتبص مين الاوبوزيت بتاعك؟ اي بي اللي هو بكام؟ ب 4 يبقى تحط 4. بعد كده الهايبوتنس 5 حطيت ال 5. فيها مشكله ولا اي حاجه؟ تان اللي هي تقى او اي او على اي ايكوال. هتقف فين؟ اهم حاجه تعرف انت هتقف فين عند السي. يبقى وقفت عند السي. مين الاوبوزيت؟ 4. مين الادجيسنت؟ اهو اللي جنبك ده اللي هو 3. يبقى الايكوال بتاعك 4 على 3. طب هنا يا مستر هنقف عند مين؟ عند الاي. بترسم واحد تاني كده عشان ما تلخبطش. A B C. ده 3 سنتيمتر، ده 4 سنتيمتر، ده 5 سنتيمتر، وده رايت انجل. طيب يا مستر انت عاوز مين دلوقتي؟ انا عاوز اجيب ساين. ساين A يعني اوبوزيت على هايبوتنس اللي هي سهى اوبوزيت وهايبوتنس. اوبوزيت حسب بقى انا هقف عند الاي. يبقى الاوبوزيت بتاعي يا مستر اللي هو بي سي اللي هو 3 سنتيمتر والهايبوتنس 5 ثابت ما فيهوش مشكله. يبقى ساين A ايكوال 3 على 5. طيب كوزاين A يبقى انت هتقف عند كوزاين A. كوزاين يا مستر adjacent على هايبوتنس. انا واقف عند الايه يبقى الادجيسنت بتاعك اللي هو مين؟ ال4. الهايبوتنس مين؟ 5. نفس الكلام تان A يبقى انا هقف عند التان A. تان او اي تقى او اي. فبتيجي تقول لي يا مستر ادي الاو اي اهو. يبقى الاي اوبوزيت اللي هي 3 والادجيسنت اللي هو 4. كوزاين سي يبقى انا هقف عند السي. كوزاين adjacent على هايبوتنس. adjacent على هايبوتنس. adjacent يعني اللي جنب ده يا مستر 3 والهايبوتنس 5. تمام. كلام بسيط جدا ومفيش حاجه. بص نمبر جي بقى. هنا بيقول لك ايه؟ عاوز ساين باور 2a وكوزاين باور 2a. لما تلاقي ساين او كوزاين باور 2 كده بتزود براكت باور 2. يعني تكتب ساين براكت باور 2. اوعى تكتب على الكالكوليتر ساين باور 2. طب وبعدين ساين a هو مديها لك احنا لسه جايبينها فوق ب 3 على 5 بلس كوزاين باور 2 يبقى تعمل براكت باور 2. كوزاين a برضو 4 على 5. اكتب ده بقى على الكالكوليتر يطلع لك ب1. يطلع لك بكام؟ 1. كلام بسيط وجميل ومفيش مشكله. طيب تعالى، طبعا ده سؤال مباشر وتعالى اوريك الاسئله بتيجي عليه ازاي. ده سؤال يجي لك بالظبط كده زيه في الامتحان. تمام. يجي يقول لك ايه؟ ABC is a right angle triangle in B. يبقى حضرتك ترسم رايت انجل تريانجل at B او رايت انجل تريانجل A B C عند البي. جه قال لك A B ب 8 رحت انا كتبت له 8. البي سي اهو بي سي اهو ب 15. بيقول لك رايت ذا تريجونومتريك ريشيو قدامك. طبعا 17 ده هو مش مديها لك ماشي. دي هنجيبها ازاي؟ طبعا هتيجي تقول له اي سي ايكوال روت كبير 17 دي مش موجوده. هو مديك التو سايد دولك التو سايد صغيرين. هو عاوز الهايبوتنس. هتقول له اول حاجه جيب بلس
وهتقول لي 8 باور 2 15 باور 2 وتطلع الايكوال ده هيطلع لك 17 سنتيمتر. يبقى تيجي تكتب هنا ده 17 سنتيمتر. طب هو طالب منك شويه حاجات تريجونومتريك ريشيو اللي هو ده وده وده وده. هتيجي تقول لي كده ساين سي ايكوال كوزاين A equal كوزاين C equal tan C equal. طيب هنكمل مع بعض زي ما كنا شغالين. بس كده معايا يا حبيبي. ساين اكتب كده على جنب سهى كهرباء تقع. هنا ساين يا مستر اللي هي ساين سهى اوبوزيت على هايبوتنس ايكوال. انا واقف عند مين؟ هقف عند السي. يبقى مين الاوبوزيت بتاعك يا عم الحاج؟ ادي ال 8. ومين الهايبوتنس؟ 17. طيب تعال نشوف هنا كوزاين A. يبقى هتعمل كده كوزاين adjacent على hypotenuse adjacent على hypotenuse. يبقى انا هقف عند ال A. مين ال adjacent بتاعك؟ اهو ده اللي جنبك اهو اللي هي AB اللي هو 8 سنتيمتر والهايبوتنس 17. طيب كوزاين C يبقى هتقف عند السي. ما هنا دي سي يا مستر. كوزاين C اهو هتقول لي كوزاين adjacent على hypotenuse AH adjacent على hypotenuse. بس انا هقف عند سي. يبقى الادجيسن بتاعك اهو ده الادجيسن بتاعك اهو اللي هو 15 والهايبوتنس 17. اخر حاجه بيقول لك تان سي. تان سي يبقى انا هقف عند السي. طب التانية يا مستر ما احنا عارفين تان تقى او اي. هتيجي تقول لي كده تان تقى اوبزيت. انا واقف عند السي يبقى الاوبزيت بتاعك 8 والادجيسن بتاعك كام؟ الادجيسن بتاعك يا مستر اهو 15. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ كلام بسيط اهو جميل ومفيهوش اي حاجه. طيب يا شباب تعال نشوف مع بعض نمبر 3. سؤال رقم 3 ده هو يعني لو جالك هيجيلك بنفس الشكل ده عشان مفيش وبنفس الارقام عشان هو الوحيد اللي موجود في كتاب المدرسه بنفس الشكل. بيقول لك هنا ان انت عندك رايت انجل تريانجل ABC ده رايت انجل تريانجل ات بي. فعلى طول هترسم رايت انجل تريانجل عند البي. سمي ده A ودي C مفيش مشكله. اداك ريشيو. الريشيو دي لازم هتستفيد منها حاجه وعاوز المين تريجونومتريكال فانكشن الانجلز بتاعت مين؟ السي. طيب نمشي واحده واحده. الريشيو دي هنستفيد منها حاجه مهمه قوي اللي هي 2a b equal root 3 a c. هنا يا مستر احنا ده سايد a b ده سايد و a c سايد. انا هودي a c الناحيه الثانيه مش كده؟ ادي a b هيبقى a c ده معمول باي هيروح الناحيه الثانيه ديفايد يبقى a c تحت. طب لما خدنا الاي سي ودينا الناحيه الثانيه اتبقى معاك روت 3. روت كام؟ 3. طيب يا مستر روت 3 وهنا ده كام؟ 2. ال 2 دي معموله باي برضو هتروح الناحيه الثانيه ديفايدد. يبقى انا هنا جبت السايد مع بعض والنمبرز مع بعض. فلما وديت الاي سي الناحيه الثانيه بقت ديفايدد. ال 2 لما راحت الناحيه الثانيه بقت ديفايدد 2. من هنا بقى نقول له ايه؟ الاي قدامها روت 3 اي بي سوري روت 3. طب والاي سي قدامها 2. هنا بقى يا مستر تقدر تجيب لي البي سي بكل سهولة. تقول لي البي سي ايكوال روت. تسأل نفسك البي سي ده سايد صغير؟ اه يا مستر عشان التو سايد بتوع رايت انجل بنقول عليهم سايد صغير. ده سايد صغير اه هتحط ماينس. هنا عندك مين؟ 2 باور 2 وهنا هتبقى روت 3 باور 2. اكتب ده كده على الكالكوليتر يطلع لك 1. يطلع لك كام؟ 1. يبقى ده 1 يا مستر اه يا حبيبي. طيب انت عاوز مين بقى؟ عاوز المين تريجونومتريك لمين؟ للسي. يعني هو عاوز الساين سي وعاوز الكوزاين سي وعاوز التان سي. دولك المين تريجونومتريك ريشيو. مستر ساين
الساين اللي هو مين؟ سهى، وكوزين كهربي تقع. نمشي واحدة واحدة. سهى يعني اس اللي هي ساين، او اوبوزيت، واتش هايبوتنس. بس حضرتك لازم تحدد انت هتقف عند مين. هتقف عند السي. طب مين الاوبوزيت بتاعك يا حبيبي؟ روت 3. ومين الهايبوتنس بتاعك؟ 2. يبقى الايكوال بتاعك روت 3 على 2. طب كوزين، كوزين اللي هو كهربت او كح. هنا هتقول لي A و H. هنقف عند السي. A يعني adjacent والH الهايبوتنس. ادي واقف عند السي. مين الادجيسنت بتاعك؟ اهو ده الادجيسنت اللي هو 1، وادي الهايبوتنس اللي هو 2. في مشكله في الكلام ده؟ طبعا تاني اللي هي تقع O على A. opposite اللي هو روت 3 على الادجيسنت بتاعك اللي هو 1، يعني الايكوال بتاعك روت 3. كلام جميل جدا ومفيهوش مشكله. انا بس بوريك المصطلحات بالنسبه لك تحلها ازاي او تمشي بيها ازاي. تمام. ده سؤال يجي لك في الامتحان بنفس الشكل. XYZ is right angle triangle at Y، واداك الاكس واي ب 5 واداك الاكس زد ب 13. بيقول لك find the value. راح اداك اكسبريشن كده عاوز الفاليو بتاعه. حضرتك هتيجي تعمل ايه؟ هتعمل رايت انجل تريانجل. بس هو قال لك رايت عند الواي، يبقى لازم دي تبقى واي، وهنا اكس وهنا زد. حلو حلو. هنا الاكس واي، اكس واي ده ب 5 سنتيمتر، والاكس زد اللي هو السايد ده ب 13. ممكن نجيب السايد التالت يا مستر بكل سهوله. هتقول له زد واي ايكوال روت، عشان ده سايد صغير يا مستر يبقى تحط ماينس في النص، وهتيجي تقول لي 13 باور 2، هنا 5 باور 2، هيطلع لك كام؟ يطلع لك 12. يبقى ده السايد ده ب 12. ادام عندك ال 3 سايد خلاص. اول حاجه لازم في الرايت انجل ترينجل يبقى عندك ال 3 سايد. طيب تعال نشوف بقى. هنا عاوز ايه؟ هو طالب منك شويه حاجات، فاحنا هنجهزهم الاول بعد كده نشوف هو طالب ايه. هو هنا طالب منك عاوز كوزين اكس وكوزين زد ساين اكس ساين زد. فانا هجيب له كوزين اكس ايكوال، بعد كده اجي الناحيه الثانيه اقول له كوزين زد ايكوال، وهنزل تحت شويه اقول له ساين اكس ايكوال. بجيب كل واحده لوحدها وبعد كده نجمعهم بقى، نشوف هو طالب منك تعملهم بلس تعملهم ماينس تعملهم باي زي ما هو عاوز. طيب هنا كوزين اللي هو كهربت adjacent على هايبوتنس، صح؟ يا مستر. بس انا هقف عند الاكس. يا مستر انا وقفت عند الاكس هنا اهو. يبقى هنا الادجيسنت اللي هو مين؟ ال5 والهايبوتنس 13، صح؟ يا مستر. طب تعال نشوف ساين اكس. هتعمل ساين اللي هو سهى اوبوزيت على هايبوتنس. بس انت هتقف عند مين؟ عند الاكس. الاوبوزيت بتاعك يا مستر اهو. بص انا واقف هنا اهو. يبقى الاوبوزيت بتاعي اللي في وشي على طول اللي هي 12، والهايبوتنس اللي هو 13. في مشكله في الكلام ده؟ كلام جميل ومفيهوش حاجه. طيب تعال نروح عند الكوزاين. الكوزاين احنا لسه قايلين adjacent على هايبوتنس، بس هنا بقى هتقف عند الزد. يبقى واقف عند الزد اهو. مين الادجيسنت؟ مين اللي جنبك؟ اهو ده يا مستر اللي هو 12، وعندك الاتش الهايبوتنس اللي هو 13. طيب ساين، ما احنا هنقف عند الزد برضه عشان دي ساين زد والساين اللي هي اوبوزيت على هايبوتنس، وتقف هنا عند الزد. الاوبوزيت يعني اللي في وشك اهو. بص بص كده اهو اللي في وشك كده، يبقى ده 5 والهايبوتنس بتاعك 13. طب انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ عاوز كوزين. بص عاوز كوزين اكس كوزين زد ماينس ساين اكس ساين اكس ساين زد. طب ما تيجي نعوض واحده واحده. بص كده هنا كوزين اكس. كوزين اكس يا مستر اهي، انت جايبينها فوق. كنا بنجهز اللي فوق ده عشان لما نشتغل. بص الحته دي بقى، الكوزين اكس وكوزين زد مفيش حاجه في النص بينهم، صح؟ ادام مفيش حاجه في النص يبقى تعمل باي. يا مستر عشان هما كده لازمين في بعض يبقى تحط باي.
بص كده، كوزين زد، كوزين زد يا مستر، فين كوزين زد اهي، لا كوزين زد اهي 12 على 13، يبقى تكتب تحت 12 على 13. في ماينس هتحط ماينس. ساين اكس، ساين اكس اهي يا مستر 12 على 13، مفيش حاجة في النص يبقى باي. ساين زد، ساين زد اهي يا مستر 5 على 13. تيجي تعمل دولك ماينس، تعملهم على الكالكوليتر زي ما هم كده هيطلع لك زيرو. كده هو طبيعي مثلا، ما هو الاثنين دول هم الاثنين دول هم اهو، بس في النص ماينس، اي حاجه ماينس نفسها بزيرو. ده كده شكل سؤال يجي لك في الامتحان. طيب تعال نشوف سؤال تاني. جه هنا قال لك A B C is a right angle triangle at B، رحت رسمت right angle triangle عند ال B، سميت ده A وادي C، ويقول لك BC ب 4 سنتيمتر و AC 5 سنتيمتر. بيقول لك بروف ذات، ركز بقى في حته بروف ذات، ان السايد ده البارت الاولاني ده ايكوال البارت ده. طيب لما يقول لك بروف ذات هنشتغل ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، هتجيب الفاليو بتاع الاول لوحده والفاليو بتاع الثاني لوحده. طيب انا محتاج ساين ايه وكوزاين ايه، ممكن حضرتك توقف الفيديو وتجيب لي ساين ايه وكوزاين ايه بس بسرعه. يا ابني وقف وحل. ماشي. على فكره لو انت ما سمعتش الكلام اللي انا بقول لك عليه مش هتستفيد حاجه، فلازم لو سمحت لما اقول لك وقف وحل يبقى لازم تحل. ماشي. طبعا انت لو معايا في الحصه انت بتحل، لكن انت دلوقتي مش معايا، انت المسؤول عن نفسك، فانت لازم توقف وتحل. طيب مبدئيا كده انا عندي تو سايد، لازم اجيب السايد التالت. عاوز اجيب مين؟ A B. هتقول لي روت ماينس، عشان A B ده مستر سايد صغير، فهتيجي حضرتك تقول لي يا مستر يبقى هنا هتقول لي ماينس 5 باور 2 4 باور 2 هيطلع لك 3. الحمد لله، يبقى ده 3. طيب انت محتاج مين يا مستر؟ عاوز ساين ايه وكوزاين ايه، فهتيجي تقول له كده ساين ايه ايكوال كوزاين ايه ايكوال. طيب الساين احنا عرفنا اوبزيت على هايبوتنس، طب هتقف فين؟ هتقف عند الايه اكيد، يعني اوبزيت يبقى 4 هايبوتنس 5 نفس الكلام. كوزاين ادجيسنت على هايبوتنس، بس انت واقف عند الايه يبقى الادجيسنت بتاعك كام؟ 3 والهايبوتنس 5 في اي حاجه. طيب انت كده جهزت الشغل بتاعك. تعالى بقى اقول له ايه، بص عاوزين نثبت الكلام ده، فاقول له ليفت هاند سايد، الجنب اللي في الشمال ده ليفت هاند سايد. ماشي، اختصار ليفت هاند سايد اهي، اللي هو الجنب اللي في الشمال، اسمه ايه؟ ساين باور 2 a ماينس كوزاين باور 2 a. طيب هنا ده براكت باور 2 اهو، ساين ايه؟ ساين ايه ما هو في ساين اهو، وغير كده هو قال لك ساين باور 2، رحت انا عملت براكت باور 2. تمام، يبقى انا هتيجي تحط هنا 4 على 5 ماينس ده يا مستر هيطلع لك كام؟ كوزاين ايه اللي هي هتبقى 3 على 5. صح؟ صح. ده هتعمله على الكالكوليتر يا شباب هيطلع لك 7 على 25. حلو حلو. هتيجي الناحية التانية هتقول له ايه؟ ليفت سوري رايت هاند سايد. رايت هاند سايد يا مستر اللي هو الجزء اللي في اليمين اللي هو يبقى 2 ساين باور 2 a ماينس 1. طيب تيجي وبص كده ال2 اهي تنزل، في حاجة في النص؟ لا، يبقى باي ساين باور 2، أول ما يقول لك ساين باور 2 تعمل براكت باور 2. ساين ايه فين؟ ساين ايه احنا طلعناه يا مستر، ساين ايه ب 4 على 5 ماينس هتنزل ماينس 1. حضرتك هتكتب ده كده على الكالكوليتر هتطلع لك 7 على 25، فبتقول لي يبقى therefore left hand side equal right hand side. في مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ كلام بسيط جدا ومفيهوش حاجة. ماشي؟ ماشي. بص معايا، بص يا حبيبي هنا، انت عندك في المنهج بتاعك، في المنهج بتاع تالتة اعدادي كله في التريج، لما يتكلم على الترابيزيوم، في منهج تالتة اعدادي لما يتكلم على الترابيزيوم اهو،
احنا عندنا نوعين ترابيزيوم بس، يا اما ايزوسلس ترابيزيوم بيبقى عنده التو سايد دولك ايكوال، واكيد البيز انجل دي ايكوال، يا اما رايت ترابيزيوم. هو بيقول لك رايت ترابيزيوم يبقى ترسم رايت انجل، ماشي، يبقى لازم عنده رايت ترابيزيوم. ومن ضمن البروبرتيز بتاع الترابيزيوم بيبقى عنده تو بارل سايد، في سايد هنا ده بارل وده بارل، تو بارل سايد نوت ايكوال اللينس، يعني تلاقي ده مش قد ده. تمام، ده كل اللي عندك بالنسبه ل للترابيزيوم عموما، هما الحالتين دولك بس. يا مستر، تعالى بقى نشوف الاسئله. السؤال اللي عندك ده بيتكلم في ايه، وهنرسم ايه، وهنحل ايه. تمام، وخلي بالك طريقه الحل بتاعت الترابيزيوم ثابته، يعني هو حتى لما بيجيب لك الترابيزيوم ده بيجيب لك بنفس الاشكال دي، ما بيغيرش. بص يا شباب، نمبر 6. نمبر 6 بيتكلم في ايه؟ بيقول لك اي بي سي دي، ده ترابيزيوم ده ترابيزيوم ايزوسلس ترابيزيوم. حلو، حلو. وهنا قال لك اي دي بارل ده، فاول حاجه انا هرسم ايزوسلس ترابيزيوم زي ده. هي ممكن تكون الرسم مش مظبوطه شويه، بس تعالى نمشي معايا. انا رسمت ايزوسلس ترابيزيوم عنده تو سايدز ايكوال، والبيز انجل كمان ايكوال. حلو، حلو. طيب يا مستر تعالى، هنا اي دي بارل بي سي، يبقى ده اي دي او ده اي دي، يعني ممكن اكتب اي دي وهنا بي سي او العكس، بس انت مش بمزاجك، هو اللي بيقول لك الاطوال اللي هو بيقول لك عليها، انت هتعرف مين الكبير ومين الصغير. هنا قال لك اي دي ب 4، واي بي ب 5، وبي سي ب 12، يبقى اكيد البي سي هي الاكبر، يبقى اكيد بي سي تحت، فبتكتب بي سي وفوق اي دي. خلي بالك الاي والدي لازم الاي والبي يكونوا ورا بعض، يعني ما ينفعش اكتب دي وهنا اي، لازم يبقى اي بي سي دي. تمام، تمام. وهنا قال لك اي بي 5، يبقى ده كمان 5 عشان ده ايزوس ترابيزيوم. بيقول لك بروف ذات الشكل الغريب ده ايكوال 3 ساين وكوزاين وتان. بس يا مستر خلي بالك، احنا ساين وكوزاين وتان لازم يكون عندك رايت انجل تريانجل. هنا مفيش رايت انجل تريانجل. بص بقى معايا، على طول في الترابيزيوم بنعمل كونستراكشن. ادي اول كونستراكشن، لازم يكون بربنديكولار، رايت انجل. تمام، عشان يعمل لك رايت انجل تريانجل تعرف تشتغل فيه. هنا اف وهنا ايه، وانا زي ما قلت لك ان الترابيزه مش مظبوط قوي. ماشي، طيب يا مستر كلام جميل. هنا جه قال لك اي دي ب 4 سنتيمتر، يبقى ده 4 سنتيمتر، اي بي 5 سنتيمتر، بي سي ب 12، يعني السايد ده كله ب 12. طب ما ده 4 يا مستر، يبقى اللي قصاده برضه 4، ما ده يعتبر ريكتانجل هنا اهو. طب لما السايد ده كله ب 12 والحته دي بس ب 4، يعني اقول له 12 ماينس 4 يطلع لك ايه؟ طب يا مستر ال8 دي بتاعت مين؟ بتاعت الاف سي ولا الاي بي بس؟ بتاعتهم هما الاثنين، برافو. يبقى نقسمها 4 و4، خلي بالك. ماشي، 4 و4. طبعا المفروض ال4 دي تبقى قد ده، بس انا زي ما قلت لك الرسم مش مظبوط قوي. طيب يا مستر، تعال نشوف هو عاوز ايه. هو عاوز تان. مستر ده قال لنا لما يكون تان وساين وكوزاين لازم يكون عندك الثري سايد بتوع التريانجل، صح؟ عندك 4 ودي 5، نقدر نجيب السايد الثالث. يا مستر، هنقول له دي اف ايكوال روت، عشان ده سايد صغير يبقى تحط ماينس، هتقول لي 5 باور 2، وهنا 4 باور 2، بيطلع لك 3. حلو، حلو. يعني ده 3 يا مستر، واكيد اللي قدامه برضو 3. طيب انت عاوز مين؟ تان. تعال نطلع كل الداتا دي الاول. تان بي، بعد كده كوزاين سي، وتحتيها ساين سي كوزاين بي. على ما اظن الموضوع بقى سهل جدا كده دلوقتي. تان اللي هي تقى اوبوزيت على ادجيسنت، البي اهو هقف عند البي، يبقى مين الاوبوزيت؟ ال3 والادجيسنت 4، يبقى 3 اوفر 4. طيب كوزاين سي، كوزاين سي يا مستر، ما احنا عارفين ان الكوزاين معناها كحل، اللي هي adjacent على هايبوتنس، صح؟ يا مستر، بس ده سي يبقى هتقف عند السي. السي هنا من الادجيسنت ادي 4، والهايبوتنس 5، يبقى 4 على 5.
ساين سهى اوبزيت على هايبوتنس، ماشي. ساين سي يبقى هتقف عند السي. اوبزيت اللي هي 3، الهايبوتنس اللي هي 5. كوزاين بي يا عم الحاج اهو، يبقى انا اقف عند البي. طبعا الكوزاين اللي هو الادجيسن على الهايبوتنس، يبقى هقف عند البي. الادجيسن بتاعك اللي هي 4، الهايبوتنس اللي هو 5. حلو حلو، كلام جميل جدا. تعالى بيقول لك بروف ذات، شايف ده؟ انا هعوض عن كل واحده واحده واحده. بص هعمل تراكشن اهو، 5 هتنزل 5، ادي 5 اهي. في هنا مفيش حاجه يبقى باي. تام بي تقول له 5 باي تام بي 3 على 4. هنا تان بي كوزاين سي، يبقى مفيش حاجه في النص، يبقى هتيجي حضرتك تقول لي يا مستر باي كوزاين سي اهي 4 اوفر 5. هنزل تحت ساين سي، ساين سي يا مستر ساين سي هتعمل فيها ايه؟ هتكتبها زي ما هي، بس هو قال لك ساين سي باور 2، يبقى لازم تعمل براكت باور 2 وتحط جواها ساين سي. هنا في بلس تحط بلس. كوزاين باور 2 يبقى تعمل براكت باور 2. كوزاين بي اهي يا مستر 4 اوفر 5. اكتب ده كده على الكالكوليتر بالراحه، هتلاقي لازم يطلع لك 3. يطلع لك كام؟ 3. خلي بالك ان هنا فوق هتعمل فراكشن وتكتب 5 باي وتعمل فوق فراكشن ملتبلاي فراكشن، تنزل تحت تفتح براكت باور 2 عشان باور 2 ده بيتنسي، وفي النص بلس. تمام يا شباب؟ ده سؤال ما فيهوش مشكله. طيب السؤال الثاني اللي بيجي لك نفس الشكل، جيب لك ترابيزيوم برضو، بس ده رايت ترابيزيوم. عرفت منين؟ قال لك ميجر انجل بي ب 90، يعني مش محتاجه ايه فزلكه. طيب يا مستر حلو الكلام ده، كلام جميل جدا، واحنا لازم نركز فيه. قال لك ترابيزيوم، فانا هرسم ترابيزيوم. ادي رايت ترابيزيوم. عرفت منين ان هو رايت؟ عشان هو ده 90. يبقى لما يجي يقول لك اي بي سي دي از ترابيزيوم، انت بتسال نفسك سؤالين: هو ايزوسلس ولا رايت؟ فبنقرا السؤال هنعرف ان هو رايت من كلمه ميجر انجل بي ب 90. رحت رسمت ادي كده، ده هنا دي رايت ودي رايت. طب هحط بي فوق ولا احط بي تحت؟ هقول لك ثانيه واحده عشان هنعرف. هو ممكن يبقى بي سي ده يا اما تحت يا اما فوق، فهنعرف من الاطوال. هنا قال لك اي بي ب 3 واي دي ب 6، اي دي ده 6 وبي سي ب 10. يبقى البي سي هو الكبير، يبقى لازم تحط البي سي تحت. وهنا A دي زي ما فهمتك A B C D. كده احنا رسمنا تمام، مفيش مشكلة. يبقى تحط هنا A D ب 6 وهنا A B ب 3 سنتيمتر، والبي سي ده كله بكام؟ ب 10 سنتيمتر. مستر انت مش قلت لنا ان لازم يكون عندك رايت انجل تريانجل يعني؟ مفيش تريانجل، فقلنا هنعمل كونستراكشن. على طول في الترابيزيوم بتيجي من هنا تعمل كونستراكشن. بص كده اهو، عملنا رايت انجل تريانجل. حلو حلو. طيب مستر لو سمحت نطلع شويه داتا. ادي 3 يبقى قدامها 3، ده 6 يبقى قدامها 6، وسمي دي اي حاجه انت من عندك، اف اي حاجه. طب مستر لما عملت دي 6 والسايد ده كله ب 10، ممكن اقول ان دي 4؟ طبعا طبعا. ليه؟ عشان ده كله 10، هو دي 6 يبقى دي 4 طبيعي يعني. طب مستر احنا ده رايت انجل تريانجل اهو، انا محتاج اجيب السايد الثالث بكل سهوله. تقول لي دي سي ايكوال روت، هنا الدي سي هيبقى هايبوتنس عشان اوبوزيت للرايت انجل، يبقى تحط بلس. هتقول لي 4 باور 2 3 باور 2 يطلع لك 5 سنتيمتر. تمام تمام. طيب يا مستر كلام جميل جدا ومفيش مشكله. تعالى شوف هو طالب منك ايه. طالب كوزاين دي سي بي. بدأ من عند الدي سي. بص بقى، هو الدي سي اهو بي. طب ما هي دي سي اف، يعني هو قصده على الانجل دي كلها. يبقى هو اهو دي سي بي، يعني هو ممكن نقول عليها دي سي اف، يعني قصده عن الانجل سي كلها، صح؟ فدام هو عاوز سي كلها، فممكن نشتغل في الترينجل الصغير ده. هقول له كده
كوزين سي. كوزين سي دي ممكن نقول عليها دي سي اف او دي سي بي. كوزين adjacent على هايبوتنس. طب سي مين الادجيسنت بتاعك؟ 4 والهايبوتنس هنا كام؟ 5. دي ما فيهاش مشكله. المشكله كلها والتكه بتاعت السؤال كله في اللي جاي، اللي هي دي. ليه بقى؟ عشان هو لما بدأ معاك ما بدأ من عند الاي، بيقول لك عاوز ايه. بص، اي سي بي. بص كده، اي سي بي. بص من السي كلها بقى، هي بقت نص سي اهي، شايف اهي، وراح قال لك بي. بص يبقى انا هشتغل على التريانجل ده. بص اهو، رايت انجل تريانجل ده انا هشتغل عليه ده كده اهو، شايفينه؟ انا بحاول اظلل لك عليه اهو عشان تبقى شايفه اهو، ده. يعني احنا مش هنشتغل على التريانجل الصغير ده يا مستر، احنا هنشتغل على انجل سي الصغيره دي بس. حلو حلو. فهاجي اقول له تان اي سي بي. فهتيجي تقول لي يا مستر تان اللي هو تقى اوبزيت على ادجيسنت، يبقى الاوبزيت بتاعي اللي هو 3. هنا بقى الادجيسنت تشتغل على الفور ولا تشتغل على البي سي كلها؟ هي بقى التكه في الحته دي، المفروض هتشتغل على البي سي كلها. فالعيال بتتلخبط تكتب فور بس، عشان كده تطلع لك المساله غلط. خلاص خلاص. هتيجي تقول له بقى، بيقول لك بروف ذات ان ده، هتقول له هتعوض تعويض مباشر، هتقول له كوزاين سي ماينس تان A C B، اللي هي تبقى 4 over 5 minus 3 over 10، هيطلع لك الايكوال هاف. يطلع لك الايكوال كام؟ هاف. الغلطة ان الناس بتشتغل على الادجيسنت ده تعمل 4 بس، فيبقى دي المسألة بتاعتك غلط. ماشي؟ هي دي التكة اللي في السؤال، وده موجود في كتاب المدرسة برضه. طيب تعال نشوف تاني. هنا في عندنا قانون بيقول لك ايه؟ لما تلاقي الساين ايكوال كوزاين، الساين ايكوال الكوزاين، اعرف ان الانجل دي والانجل دي على طول من غير كلام ايكوال 90. يعني لما الاقي ساين ايكوال كوزاين تقول لي زين ميجر انجل A بلس ميجر انجل C ايكوال 90. بص يا شباب، هيجي لك سؤال بالشكل ده، يقول لك ساين 30 ايكوال كوزاين مثلا C، زين ميجر انجل سي ايكوال كام؟ طب يا مستر ما انت عندك ساين ايكوال كوزاين او كوزاين ايكوال ساين على طول، يبقى الانجل دي والانجل دي الصم بتاعهم 90. طب هو مديك دي ب 30، عاوز اجيب سي، تقول له 90 ماينس 30 يطلع لك ب 60، يبقى ميجر انجل سي ب 60. عاوز تتاكد اكتب كده ساين 30 على الكالكوليتور، بعد كده اكتب كوزاين 60، هيطلع لك الاثنين زي بعض، هيطلع لك هاف. ده قانون. ادي اول قانون. في قانون تاني اللي هو بيتكلم في ايه؟ بص شايف ده؟ تان ايكوال ساين على كوزاين. طب تان ايه؟ يبقى ساين ايه على كوزاين ايه. طب لو قال لك تان بي يبقى ساين بي على كوزاين بي. يجي يقول لك تان سي، هيبقى ساين سي على كوزاين سي. موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله حبيبي. تمام. ادي القانون التاني لازم تبقى عارفه، وهنعرف التفاصيل بتاعته كويس جدا ان شاء الله في اولى ثانوي. ده سؤال برضو زي اللي احنا كنا لسه بنحله. هو بيقول لك ميجر انجل A equals 60، يبقى ميجر انجل B بكام؟ فحضرتك هتقول لي يا مستر دي ب 60، الصم بتاع الاثنين دول 90، يبقى ميجر انجل B equal 90 minus 60 يطلع لك 30. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا بقى القانون الثالث اللي انا كنت بقول لك عليه. القانون الثالث بقى بيقول لك ايه؟ على طول لما تلاقي ساين سي كوزاين سي اعرف ان سي دي 45 من غير كلام. اجي اقول لك كده، بص، كوزاين A
equal sin A، يبقى measure angle A 45 على طول. والله مثلا كوزين x equal sin x، يبقى انجل x على طول ب 45. تمام، ده القانون الثالث. هنا بيقول لك if measure angle A ب 60، ده تريانجل اهو، رحت رسمت تريانجل اسمه A B C. قال لك ميجر انجل A ب 60 وساين سي كوزاين سي الاثنين بيساووا بعض، يبقى سي 45 على طول من غير كلام. طب هو عاوز يعرف بي، سهله جدا بقى، هتقول له ميجر انجل بي ايكوال 180 ماينس 45 بلس 60، يطلع لك الايكوال بتاعك 75. صح؟ يبقى تكتب له هنا 75. دول ثلاث حاجات مهمه جدا جدا جدا، هيساعدك في حل مسائل كتير في اللي تشوز بالذات. تمام؟ تمام. طيب تعال نشوف الأسئلة دي كانت عندك في الهومورك وكانت فيها مشكلة. إيه هي؟ بص معايا، هو اداك دي ب 90 ودي ب 90، ماشي؟ يبقى أول حاجة هسأل سؤال بس، مش شايفين التريانجل ده؟ أول ما ألاقي 90 فوق و 90 تحت، اعرف إن على طول إن ده إوكليديان. أوكليديان ده كان فيه شوية حاجات كده راجعنا عليهم في تانية إعدادي ولازم تبقى فاهمه. تعال نراجع لك عليها بسرعة كده. إوكليديان لما كنت باجي أقول لك أنا عاوز اي بي، ده قانون بتاع إوكليديان، يقول لك اي بي باور 2، يبقى انت وقفت عند البي هنا اهو يا مستر، يبقى وقفت قلت له بي دي ملتبلاي البي سي كلها. طب يا مستر لما تعوز تجيب اي سي، تقول له اي سي باور 2 ايكوال اي سي باور 2 ايكوال، بص انا وقفت عند السي صح؟ يبقى تقول له سي دي وسي بي كلها. في مشكله في الكلام ده؟ طب يا مستر لو سمحت انا عاوز اجيب السايد اللي في النص، عاوز اجيب اي دي اللي هو السايد ده، ده ليه طريقتين. تقول له كده اي دي باور 2 ايكوال، انت وقفت عند الدي يبقى تقول له دي بي ملتبلاي دي سي، ده اول قانون، دي بي ملتبلاي دي سي. القانون الثاني تقول له اي دي ايكوال، بص بقى معايا عشان الكلام ده مهم وهتستخدمه في ثانوي كمان والله. هنا اي دي بس من غير باور، او بص ساعتها كنا بنقول عليه الشنب والتفاحه لو انتوا فاكرين يعني. اي دي اهو عاوز اجيبه، هتقول له اي بي ملتبلاي اي سي اوفر اللي تحت ده، وكنا بنقول عليه تفاحه عشان عملنا كده لو فاكرين يعني. ماشي، البي سي السايد اللي تحت كله. طب وده كنا بنقول عليه الشنب، فاكرين كنا بنقول عليه الشنب ليه؟ تعالى افكرك عشان الحاجات دي بتثبت معاك وهتفهمها لما تيجي تحل. لما كنا بنقول اي دي باور 2 اللي هو السايد اللي في النص، فبقول لك ده كده عامل زي الشنب اهو، شايفين الشنب اهو؟ كنت بقول لك ده باي ده، عشان اي دي ده مهم جدا، بيجي بطريقتين، يا اما بطريقه الشنب يا اما طريقه التفاحه اللي احنا عاملينها. طيب ماشي يا مستر، كلام جميل جدا ومفيهوش اي مشكله. طيب تعالى بقى نشوف السؤال اصلا عاوز ايه. تعال نرجع لسؤالنا. هنا بيقول لك ده رايت انجل تريانجل وده بيربنديكولار واداك ده 6. مبدئيا كده انا اقدر اجيب البي سي كلها، مش ده رايت انجل تريانجل 6 و8 يبقى ده 10. تقول له بي سي ايكوال روت واحط بلس عشان بي سي ده هيبقى اوبزيت لرايت انجل دي. طيب مستر يبقى 8 باور 2 وهنا 6 باور 2، مفيش مشكله يطلع لك 10، يبقى السايد ده 10. حلو. طيب يا مستر انا عاوز اجيب تان بي اي دي، بي اي دي انا هو عاوز اجيب تان الانجل دي. طب ما هو تان يعني اوبزيت، يعني انا عاوز اعرف الحته دي بكام. اوبزيت وادجيسنت، انا هنا ده اوبزيت ودي الادجيسنت، تان تقع. طب يا مستر انا اقدر اجيب الاي دي، بالقانون بتاع التفاحه اهو، اي دي ايكوال، هتقول لي 6 باي 8، 6 ملتبلاي 8 اوفر 10. صح؟ يا مستر ما احنا قانون التفاحة ده احنا عارفينه، ولازم تبقى فاهمه عشان تعرف تحل، عشان كده انا جايب لك السؤال ده. ماشي؟
هنا ده هيطلع لك بكام؟ 4.8. طب نقدر نجيب البي دي؟ يبقى نشتغل في التريانجل ده يا مستر. ان تريانجل A بي دي. بص كده معايا، مش ده 6؟ خلاص ده رايت انجل تريانجل اهو. ده 6 وده 4.8. اقدر اجيب الدي بي يا مستر بايثاغورس. الدي بي تعمل روت، عشان ده سايد صغير هتعمل ماينس 6 باور 2 4.8 باور 2. تعال نشوف الايكوال هيطلع لك كام. هنا ده طلع كام؟ 3.6. يبقى الحته دي ب 3.6. طب انا عاوز اجيب الناحيه الثانيه، هتعملها ماينس 10 طبعا. يطلع لك كام؟ يطلع لك 6.4. طبعا الحاجه دي خلاص عرفنا نجيب كل حاجه انت عاوزها. طب انت اول حاجه كان طالبها عاوز تان بي اي دي. عاوز تان بي اي دي، يعني هو عاوز تان الانجل دي. يبقى حضرتك هتقف هنا، دي اسمها بي اي دي. يبقى تان دي اللي هي اوبزيت على adjacent تقع. فتيجي تقول لي يا مستر انا واقف هنا الاوبزيت بتاعي 3.6 والادجيسنت اللي هي 4.8. هتيجي تعمل لهم ديفايدد. تعال نشوف. هيطلع لك الايكوال بتاعك كام؟ 3 على 4. ده اول طلب هو كان طلب. الطلب الثاني عاوز كوزاين دي اي سي. بص بص، دي اي سي يعني هو قصده في الانجل دي، وقصده ان هو يشتغل في التريانجل التاني ده. اشتغل عاوز بص دي اي سي اهو، دي اي سي يعني هو عاوز يشتغل في التريانجل ده اللي هي الانجل دي بس. يبقى لما اجي اقول لك كوزاين دي اي سي هتقول لي يا مستر كوزاين اللي هي ادجيسنت على هايبوتنس. يبقى انا واقف هنا، يبقى ده الادجيسنت بتاعي اللي هي 4.8 والهايبوتنس 8 بلس كوزاين دي اي بي. دي اي بي يبقى انا هشتغل على التريانجل التاني. تعال نمسح بقى كل ده عشان ايه يبقى الدنيا واضحه كده معانا. هو هنا عاوز مين؟ كوزاين دي اي بي. دي اي اهو بي. يا مثلا انا هشتغل على التريانجل التاني، هقف هنا بقى هقول له كوزاين انجل دي اي بي اللي هي adjacent على هايبوتنس حبيبي adjacent على هايبوتنس. فهتيجي تقول لي يا مستر adjacent يبقى ده اللي جنبك اهو 4.8 على الهايبوتنس اللي هو 6. هتيجي تعمل لهم بلس، يبقى تقول لي 4.8 على 8 بلس 4.8 over 6 يطلع لك الايكوال كام؟ 7 على 5. يبقى ده كمان 7 على 5. سؤال شديد وفيه فكرة جامدة جدا معتمدة على الإيكلوديان. لو أنت مش فاهم الإيكلوديان ده ماشي مش هتعرف تحل السؤال ده. بس هو كله برضو إن أنت جبت الأطوال دي إزاي بإيكلوديان وبعد كده بايثاغورس. إيكلوديان وبايثاغورس حلت لك المشكلة. طيب تعال نشوف سؤال تاني فيه فكرة جميلة برضو. هنا بيقول لك الشكل اللي قدامك ده ده رايت انجل تريانجل واداك السايد ده كله ب8. حلو. وقال لك ان ده بالبنديكولار. بص بيقول لك find the value AB كوزين B بلس AC كوزين C. ايه الكلام الغريب ده؟ طب بص يا مستر هقول لك على حاجه حلوه. انا هجيب كوزين B الاول. كوزين B ادي B اهي صح؟ طب هو جه قال لك ABC البتاع ده كله خلي بالك اكيوت انجل. فواحد يقول لي يا مستر كوزين يبقى ادجيسن يبقى السايد ده على الهايبوتنس. فين يا عم الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا اهدى. هو كوزين ما تقوليش ان السايد ده هنا التريانجل الكبير اللي هو اي بي سي ده اتقسم اتنين. ده اكيوت انجل تريانجل اتقسم لاتنين رايت.
يبقى ده تريانجل لوحده رايت اهو، وادي تريانجل تاني لوحده. حلو حلو. طيب هو كوزاين بي، يبقى هو عاوز انجل بي. كوزاين بي، اقول له على جنب اهو كوزاين بي، يبقى تقول لي يا مستر ادجيسنت على هايبوتنس. يبقى انا واقف عند البي. الادجيسنت بتاعك مين؟ اللي هو دي بي. الهايبوتنس اي بي. ايه ده؟ مفيش اطوال يا مستر. خلاص اكتبها نيم كده اهو. انا عند البي يبقى اللي جنبك اي بي اهو، البي دي والهايبوتنس ده. يبقى اول حاجه اول جزء بقى اقول له اي بي ملتبلاي دي بي اوفر اي بي. انا سؤال مش عارف احله، السؤال شكله غريب، فابدا امشي معاه واحده واحده. هنا اي سي، اي سي اهي نزلت، ملتبلاي كوزاين سي، فجيت على جنب قلت له كوزاين سي ادجيسن على هايبوتنس. يبقى سي، يبقى انا هشتغل في التريانجل ده كوزاين ادجيسن اللي هو سي دي. خلي بالك ال8 ده اللي هو السايد كله، لكن انا عاوز الحته دي. بص انا ماشي معاهم، بص سي دي مش عارفها، والهايبوتنس اللي في الحاله دي اي سي. يبقى اقول له كده، يبقى الكوزاين سي شلتها واحط بدالها القيمه بتاعتها اللي هي دي سي دي على اي سي. مستر انا لاحظت حاجه، مش هنا اي بي وهنا اي بي هم معمولين باي يتكنسلوا مع بعض، هيتبقى لك مين؟ دي بي. وهنا اي سي واي سي اتشالوا مع بعض يبقى لك سي دي. طب يا مستر لو سمحت، بي دي شايف الحته دي؟ هزود عليها، سوري دي بي دي اهي، دي بي اهي، وهزود عليها الدي سي اهي. يعني قصده ان انت عاوز تجيب البي سي كلها. لو عملت لهم الاثنين بلس هيطلع لك ب 8 سنتيمتر. سؤال شديد ومعتمد ان انت تكون ذكي وتبدا تحل معاه بالراحه واحده واحده، مفيش مشكله. ادي اي بي نزلت، كوزاين بي جبتها، اي سي نزلت، كوزاين سي جبتها. ماشي، مش لازم تجيبها اطوال، فرحت كنسلت ده مع ده وكنسلت ده مع ده، اتبقى لي البي دي والدي سي، لما جمعتهم الاثنين مع بعض يطلع لك 8 سنتيمتر. تمام. تمام. تعال نشوف هنا، ده رايت انجل تريانجل اد بي. حلو، قال لك ده 6 سنتيمتر، جميل. وجي قال لك حاجه جامده قوي. ايه ده 6 سنتيمتر؟ تان سي. بص بقى، تان سي اللي هي اوبوزيت على ادجيسنت ايكوال 3 على 4. تان سي اوبوزيت 3 وادجيسنت 4. ايه ده يا مستر؟ ده هو قايل لي ان هي 6. ركز بقى في الحته اللي جايه. 3 على 4 دي ريشيو، يعني كانت ارقام كبيره وصغرت، يعني دي مش ارقام حقيقيه. مش ارقام حقيقيه، فده اتعمل لها سمبلس فورم. طب والارقام الحقيقيه هو اللي مديك هنا ده 3، ده 6. يبقى 3 دي كام باي 3 يدينا 6. يا مستر باي 2. يبقى انا عملت الريشيو باي 2 عشان اجيب الرقم الحقيقي. يبقى انا هنا بقى بي سي برضو 4، لا هتعملها باي 2 عشان تجيب الرقم الحقيقي اللي هو يبقى 8 سنتيمتر. تاني تاني، تان سي 3 على 4، يبقى هو كتبت تان سي، يبقى انا وقفت عند سي، ده الاوبوزيت وده الادجيسنت 3 و4. بس يا مستر هو مديك ان اللينس الحقيقي 6، يبقى مسكت 3 دي عملت لها باي 2 عشان اعرف اللينس الحقيقي. صح؟ يبقى ال4 دي مش حقيقيه، انا هجيب اللينس الحقيقي بتاعها اعملها باي 2، عشان عملت هنا باي 2 يبقى لازم تعمل هنا باي 2، يطلع لك ايه. طب من بايثاغورس تقدر تجيب الاي سي. يا مستر اي سي هيبقى روت ده بلس عشان بايثاغورس، ده هيبوتنس، يبقى 8 باور 2 6 باور 2 اللي هو يبقى 10. يبقى دي اول معلومه. ماشي. هنا بيقول لك عاوز اللينس بتاع البي سي، جبناه خلاص ده ب 8، واللينس بتاع الاي سي ب 10. هنا بقى بيقول لك ايه؟ عاوز ساين A بلس كوزاين A. ساين A يعني هقف عند الاي، ساين يعني اوبوزيت على هايبوتنس، ساين A اوبوزيت يبقى الميل اللي في وشك ال 8، الهايبوتنس 10، يبقى اقول له 8 اوفر 10. كوزاين A يبقى adjacent اللي هو 6 اوفر هايبوتنس اللي هو 10. تكتب ده كده على الكالكوليتور هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 7 على
5. كلام جميل جدا ومفيهوش اي حاجه. تمام يا شباب. وبكده يا شباب يكون خلصنا الحمد لله سيشن 4 اول درس في التريج. وان شاء الله الحصه الجايه نكمل المسيره بتاعتنا، هنكمل تريج برضه، هناخد ليسن 2 يبقى احنا خلصنا التريج خالص. وبعد كده يبقى نكمل امتحان الشهر ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.